مساء الخير او صباح الخير حسب ما انت بتسمعني. حبيب قلبي طلاب تانية ثانوي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. انا بص عايزك النهارده تكون مركز جدا جدا عشان الدرس النهارده طويل شويه، وهتلاقي وقت الفيديو طويل شويه، حبتين ثلاثه اربعه بس. اهم حاجه ان انت تسمع الفيديو ده وانت مركز. لو انت مش فايق انا بقول لك اهو ما تسمعش الفيديو، لان الفيديو محتاج عارف ان هو تقول ايه، انا قتيل الدرس ده. انا عايزك وانت بتتفرج تقول كده، انا قتيل الدرس ده، هجيبه يعني هجيبه. عايز ورقه وقلم وكل حاجه انا بقولها كده تعمل لها مثلا لو انت معاك الكتاب بتاعي، تكتب الكلام اللي انا هقوله. مش معاك ورقه وقلم واكتب المفاتيح المهمه على كل حاجه، عشان الدرس ده شويه صعب. فانا عايزك تركز وتفوق وتفوق، دي اهم حاجه. يعني اتفرج على الفيديو ده وانت فايق. يلا بينا يلا بينا. طيب، النهارده يا معلم هناخد الوحده الرابعه في نظريه التعلم وتطبيقها التربوي. الدرس بيقول لنا احنا طبعا خلصنا الوحده الاولى عندنا في العلم النفس، ونزلنا عليهم المراجعه. طبعا لو انت ما شفتهاش اتفرج عليها. فاحنا دلوقتي هنبدا الوحده الثانيه مع الموضوع الاول، نظريات التعلم وتطبيقها التربوي. طيب بص يا معلم، ركز كده معايا. انا عايز بس اتكلم عن معنى التعلم. هو ايه التعلم ده اساسا؟ انا عايز اقول لك كده على حاجه. انا دلوقتي هعتبر نفسي ان انت الشخص ده، تمام؟ انت دوت عايز تتعلم حاجه. يعني مثلا انا عايز اتعلم دلوقتي سواقه، تمام؟ فانا سلوكك، بص ركز في الحته دي، سلوكك قبل تعلم السواقه مختلف عن سلوكك بعد ما اتعلمت السواقه. ايه ده يا مستر؟ انا مش فاهم حاجه. ركز كده معايا في الحته دي، مهمه قوي قوي. انا دلوقتي ما بعرفش اسوق العربيه، صح؟ فلما اقعد مثلا على العربيه مش هعرف مثلا ده ايه، ده بنزين، ده دبرياج، دي ايه، دي عربيه، دي الفتيس مثلا، ده الدركسون. مش عارف الحاجات دي، صح؟ فسلوكي قبل ما اتعلم السواقه انا مش عارف الحاجات دي. طب بعد ما اتعلمت، الحته بقى دي مهمه، بعد ما اتعلمت السواقه ايه اللي هيحصل؟ سلوكك هيتغير. يعني ايه يا مستر سلوكك هيتغير؟ يعني خلاص بقى انا بقيت فاهم كل حاجه في العربيه، فبقيت اعرف اسوق احسن واحسن. طب تخيل كده، اول يوم تعلم في السواقه هتكون لسه متوتر. طب تاني يوم، طب تالت يوم، بعد سنه لا خلاص ده انت اتملكت الحاجه، فسلوكك بقى ايه؟ بيبدا يتغير. فاذا بيقول لك التعلم هو التغير الشبه الدائم في سلوك الانسان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه يا مستر التغير في تغير شبه دائم في سلوك الفرد؟ يعني معلم بيقول لك ان انت لما تتعلم بتغير من سلوكك، والتغير ده بيبقى دايما معاك. يعني مثلا انا دلوقتي اتعلمت سواقه العربيات، صح؟ فالتغير اللي هيحصل في سلوكي هيفضل معايا على طول، يعني هفضل طول عمري بعرف اسوق. طب انت دلوقتي اتعلمت القرايه والكتابه، صح؟ طيب سلوكك بعد ما اتعلمت هيتغير، اللي هو هتبقى بتعرف تقرا وتكتب. طب هل هتعرف تقرا وتكتب ده لمده مثلا معينه، ولا هتفضل طول حياتك بتعرف تقرا وتكتب؟ لا مثلا هفضل طول حياتي بعرف اقرا واكتب. يبقى اذا التعلم بيغير في السلوك. التعلم بيغير في ايه؟ في السلوك. لما بتعلم حاجه جديده سلوكي بيتغير، تصرفاتي بايه؟ بتتغير. طب مستر، هو التربيه والتعلم والتربيه والتعليم ايه اللي دخلها في علم النفس؟ يا حبيب قلبي لو فاكر، احنا خدنا من فروع علم النفس الترم اللي فات. لو تفتكر يعني، علم النفس كان ليه فروع. فاكر كان مثلا فرع الاقتصادي، وفي السياسي، وكان في فرع كده اسمه التربوي، صح ولا لا؟ اخدنا الكلام دوت الترم اللي فات. فالفرع التربوي ده هو اللي احنا هنتكلم عليه بقى في الدرس بتاعنا بتاع النهارده، عشان بس تبقى فاهم هو ليه دخلك التعلم في علم النفس. يبقى اذا التعلم هو عباره عن ايه؟ تغير شبه دائم في السلوك. انت خلاص فهمت يعني ايه الجمله دي؟ يعني انا بعد ما بتعلم حاجه سلوكي بيتغير على طول، وبتفضل معايا التغير دوت على طول لمدى ايه؟ الحياه. يعني لحد ما اموت. يعني دلوقتي زي ما انا قبل ما اتعلم العربيات ليا سلوك معين، طب بعد ما اتعلمت العربيه سلوكي اتغير. طيب هل هفضل اتعلم العربيه وقت معين، ولا هفضل طول حياتي اتعلم، او اتعلمت العربيه وسلوكي هيفضل معايا؟ لا، هفضل طول حياتي بعرف اسوق العربيه. طيب بيقول لك التعلم ده بيجي عن حاجتين، يا اما الخبره، دي اول حاجه، يا اما الممارسه، ودي حته مهمه. يا اما التعلم ده او تغير في السلوك الشبه الدائم ده بيجي عن طريق الخبره. يعني ايه عن طريق الخبره؟ يعني مثلا والدي اداني خبره معينه، او اداني محنه خبره معينه فانا اتعلمتها فتغيرت سلوكي. او عن طريق الممارسه، انا قعدت امارس حاجه امارس حاجه امارس حاجه لحد ما ايه؟ اتعلمتها. فاذا التعلم بيجي من حاجتين، يا اما الخبره يا اما الممارسه. الممارسه ان انا اقعد اتعود على الحاجه، اقعد اعملها كتير 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 لحد ما ايه؟ اعرف اتمكن من الشيء، دي اسمها الممارسه. طب ايه هي الخبره؟ ان حد ينقل لي الخبره بتاعت الحاجه. يعني مثلا اقول لك ايه، خلي بالك، يعني مثلا لو انا نجار
هقول لك انت علشان تعمل الباب ده لازم يبقى عندك 1 2 3. انا كده بنقل لك الخبره ايه بتاعتي. فاذا التعلم هو ايه؟ هو التغير في السلوك. ده الحته اللي احنا عايزين نطلع منها بقى. التعلم هو ايه؟ هو التغير في السلوك. طيب بيفضل على طول معايا؟ انا بتعلم واغير سلوكي، والسلوك ده بيفضل على طول معايا. بتعلم من طريقتين، يا اما الخبره حد ينقل لي المعلومه، يا اما الممارسه ان انا امارس الايه الشيء. طب بيقول لك ان انا استنتج بقى حاجه مهمه قوي من التعريف ده. بيقول لك ان انا ما اقدرش ان انا اشوف التعلم ده ملاحظته بشكل مباشر. ايه ده الحته دي مهمه قوي. يعني ايه انا ما اقدرش الاحظ السلوك بشكل مباشر؟ يعني دلوقتي يا معلم، لكن استدل عليه من السلوك بالمره. يعني ايه انا ما اقدرش اشوف التعلم بشكل مباشر لكن استدل عليه من السلوك؟ ركز كده معايا. هل ينفع انت تبص مثلا عليا تقول لا المستر ده شكله بيعرف يسوق؟ يعني ينفع تبص عليا بشكل مباشر اهو تقول لي المستر ده شكله بيعرف يسوق عربيات؟ لا ما ينفعش. طب انت المفروض تعمل ايه؟ تشوفني وانا بسوق العربيه، بص اهو. تشوف ايه؟ تشوف سلوكي، فساعتها تعرف انا بعرف اعمل الحاجه ولا لا. يبقى اذا التعلم ده انا ما بقدرش ابص عليه بشكل مباشر. يعني ما اقدرش ابص على الشخص قدامي اقول الشخص ده بيعرف يعمل حاجه ولا لا. اما بتعرف منين؟ بعرف من السلوك. يعني هل ينفع ابص كده على الشخص اقول الشخص ده شكله كده بيعرف يقرا ويكتب؟ هو ينفع ابص عليه من الشكل اعرف؟ لا. طب اعمل ايه؟ استدل عليه من السلوك، اقول له اقرا لي كده الجمله دي. طب لو عرف يقراها وسلوكه ادل ان هو عارف يقراها، يبقى فعلا الشخص ده بيعرف يقرا ويكتب. يبقى اذا التعلم انا ما بقدرش ان انا استخدمه بشكل مباشر، لكن بيجي بملاحظه غير مباشره عن طريق ايه؟ استدلال من السلوك بتاعي. الموضوع بسيط والدنيا سهله. انا كل اللي عاوز اطلع منه في الحته دي ايه؟ عايز اطلع ان التعلم هو تغير في السلوك، ان انا لما بتعلم حاجه سلوكي بتتغير. طيب بيقول لك ان التعلم بيجي عن طريق الخبره او الايه الممارسه. وكمان حاجه ثالثه بيقول لك ان التعلم مش بلاحظه بطريقه مباشره لكن بستدل عليه من السلوك. سهله. ده كل الجزء اللي انا شرحته. عايزك تكتب الحتتين دول في ورقه او في الكتاب عندك في حته كده صغيره على جنب عشان تبقى الموضوع بالنسبه لك ملخص. طيب بعد كده بيقول لك جمله مهمه قوي. ليس كل تغير في الأداء يعتبر تعلما، لكن كل تعلم يعد تغير. ايه ده انا مش فاهم. ده ايه دي فلسفة دي ولا ايه؟ ركز كده معايا. حكمة. بيقول لك ايه؟ ليس كلها الحكمة ضاعت. ليس كل تعلم تغير، لكن ليس كل تغير تعلم، لكن كل تعلم يعد تغير. ازاي؟ بيقول لك ايه؟ ان في شويه تغيرات بتحصل مش لازمه ان هي تكون تعلم. ازاي؟ يعني مثلا انا بيحصل لي شويه تغيرات فسيولوجيه. يعني انا كنت طفل صغير، كبرت، مش كده انا اتغيرت صح؟ طب يا مستر هو التغير ده انت اتعلمت ازاي تكبر؟ يعني مثلا حد قال لك انت عشان تكبر مثلا لازم تعمل 1 2 3؟ لا، انا بتغير فسيولوجيا طبيعي كده رباني، انا بكبر كده صح؟ فاذا التغير ده ما يعادش تعلم. طب انا دلوقتي مثلا عندي باور، وعندك باور في اول مثلا الفيديو والدنيا تمام وعمال مركز وبتاع، جيت في الاخر حصل ايه؟ مثلا تعب، اهمال في ان انت ما رضيتش تكمل الفيديو مثلا. هل التعب ده انت اتعلمت ازاي تتعب؟ ولا دي حاجه فسيولوجيه، تغير فسيولوجي بيحصل لك؟ لا مثلا تغير فسيولوجي بيحصل لي. فاذا التغير يعني مش اي تغير يعتبر تعلم. في شويه تغيرات بتبقى فسيولوجيه انا ما اتعلمتهاش، انا بعملها كده. لكن بص بقى الحته دي بقى مهمه. لكن اي تعلم يعتبر تغير. يبقى لو انت اتعلمت شيء كده تغير في السلوك. لكن في حاجات بتتغير انا ما اتعلمتهاش. يعني مثلا زي ما قلت لك كده، انا مثلا انت راجل كبرت دلوقتي وطلع لك ده، هل اتعلمت اهو ده حصل تغير؟ هل انت اتعلمت ازاي يطلع لك ده؟ ولا دي حاجه طلعت ربانيه؟ لا ده يا مستر حاجه طلعت ربانيه. طب انت دلوقتي كبنت كبرت دلوقتي وبقيتي مثلا طويله، هل اتعلمت ازاي تبقى طويله؟ ولا دي حاجه طبيعيه؟ لا دي مثلا دي حاجه طبيعيه. فاذا مش اي تغير بيحصل لك يبقى انت اتعلمته، لكن اي حاجه انت اتعلمتها. بص بقى الحته دي، اي حاجه انت اتعلمتها هتغير سلوكك. يعني انا اتعلمت مثلا القراءه والكتابه، خلاص دي هتغير سلوكك. اتعلمت السواقه، هغير سلوكي. اتعلمت مثلا لعبه الكومباز مثلا او لعبه كره القدم، دي هتغير سلوكك. فانت لو اتعلمت الشيء هتغير سلوكك. لكن في حاجات بتتغير مش ناتجه عن التعلم. يبقى اذا خلي بالك بقى الحته دي مهمه. التعلم مرتبط بالتغير. بص الحته دي، التعلم مرتبط بالتغير. يعني عشان تتعلم حاجه لازم تتغير في سلوكك. لكن التغير مش مرتبط بالتعلم. ممكن اتغير في حاجات معينه وانا ما كنتش اتعلمتها. فاهم قصدي ايه؟ اتمنى ان تكون فهمتها.
طيب وهنا بيقول لك الامثله اللي انا قلتها لك، في تغير فسيولوجي او تغير ناتج مثلا عن الاجهاد اهو، انت تعبت فده تغير عادي ممكن يحصل، انت ما اتعلمتش ازاي تتعب او يحصل لك ايه اجهاد. طيب بعد كده هنتكلم عن 4 نظريات للتعلم. في اول نظريتين، وخلي بالك بقى الحته دي مهمه، ها؟ انا هحاول ايه يعني اقول لك النظريات بتتكلم عن ايه عشان يبقى عندك معلومه النظريات كلها بتتكلم عن ايه، عشان لما نيجي نشرح تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اول نظريتين هي نظريه التعلم الشرطي الكلاسيكي ونظريه التعلم بالمحاوله والخطا. دي بتتكلم دايما عن سلوك الانسان. حلو حلو. ونظريه التعلم بالفهم والاستبصار واللي هي بتاعت الجشتالت، ونظريه تجهيز ومعالجه المعلومات، دي بتتكلم دايما عن العقل والعمليات المعرفيه اللي هو ايه، عمليات المعرفيه اللي هو برضو العقل او العمليات اللي بتحصل داخل الايه العقل. يبقى اذا لو جاب لك اي سؤال عن سلوك الانسان تعرف ان انت في النظريات دي اللي هي التعلم الشرطي الكلاسيكي او نظريه التعلم بالمحاوله والخطا. طب لو جاب لك يا معلم اي حاجه بتتكلم عن العقل او التفكير او العمليات المعرفيه، يبقى انت هنا في نظريات التعلم بالفهم والاستبصار او نظريات تجهيز ومعالجه الايه المعلومات. تمام، الدنيا بسيطه عشان بس تبقى انت رابط دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه. الدنيا سهله، الدنيا سهله. طب مستر معلش ممكن تلخص لي كل اللي احنا خدناه دلوقتي؟ عينيا. انا خدت اول حاجه التعلم. ايه هو التعلم؟ قلنا ان انت بتغير في سلوكك، ان انت عشان تتعلم حاجه فاكيد سلوكك هيتغير. طب انا باخد التعلم عن طريق حاجتين، يا اما الخبره يا اما الممارسه. طيب بيقول لك ان انت التعلم ده تستنتج منه ان هو مش بتشاف بشكل مباشر، لا بشوف بشكل غير ايه مباشر، بستدل عليه من سلوك الفرد. خلي بالك مش اي تغير تعلم لكن اي تعلم تغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش اي حاجه بتتغير فيك تبقى انت اتعلمتها، لا ده عادي ممكن تتغير فيسيولوجي. طب لكن اي حاجه انت اتعلمتها دي هتغير في ايه؟ في السلوك بتاعك. بعد كده خدنا الاربع نظريات اللي احنا هناخدها. اول نظريتين بيتكلم عن السلوك الانسان، لكن تاني نظريتين بيتكلموا عن العقل والعمليات المعرفيه. سهلين سهلين. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ان التعلم كان زمان ايه؟ بيقول لك ان التعلم يا معلم زمان كان بص بيعتمد على الخبره. قال لك الخبره هي الوسيله الاساسيه، يعني بيتعلم على الايه النقل، النقل فقط لا غير. يعني تلاقي ايه جدي قال لابويا وابويا قال لي وانا بقول لابني. فاذا قديما كان التعلم عباره عن ايه؟ عن خبره فقط لا غير. طب دلوقتي التعلم بقى عباره عن ايه؟ لا يا معلم ده في نظريات وقواعد وقوانين وفي مدرسه وفي مناهج وفي حاجات كتيره قوي، صح؟ اهو بيقول لك حديثا سعاده الدراسات والابحاث على زياده الاهتمام اهو بنظريات الايه التعلم المختلفه، فبقى في نظريات فاصبحت بص اهو المبادئ والقوانين، ففي مبادئ وقوانين التي تستند عليها كل ايه نظريه. فاذا زمان كانت التعلم عباره عن ايه خبره فقط لا غير، يعني حد بينقل لي الخبرات بتاعته. لكن دلوقتي بقت عباره عن نظريات وعن قواعد وعن قوانين. يبقى كده ايه؟ اكتب هنا جنب حديثا، اكتب جنب حديثا نظريات قواعد قوانين، لكن قديما اكتب خبره بس. تمام تمام. طب تعالى بقى نخش على اول نظريه عندنا. يلا معلم. اول نظريه هي التعلم الشرطي الكلاسيكي. في واحد عندنا اسمه بافلوف. ركز بقى معايا. مش عايز تعمل ليه؟ طيب خلاص يلا مش مهم. في واحد اسمه بافلوف، انا كنت عايز اعملها لك ان تبان كده بس يلا مش مهم، حظك حلو. نظريه التعلم الشرطي الكلاسيكي واحد اسمه ايفان بافلوف. ده ايفان بافلوف عمل ايه؟ كان عنده كلب، وعايزك بقى تركز معايا عشان النهارده الدرس كله عباره عن حديقه حيوان وعالم سمسم، فركز معايا. بافلوف ده واتمنى ان انت ما تقرفش عشان ده فعلا التجربه اللي حصلت. بافلوف ده كان عنده كلب، معلش بس لو تديني فرصه ان انا اشرح لك على البورد. بافلوف ده كان عنده كلب. المهم الكلب دوت كان بافلوف كل ما يقدم له الاكل، ركز معايا في الحته دي قوي. بافلوف كل ما يقدم له الاكل الكلب كان يحصل له ايه؟ ينزل لعاب من بقه. بص بقى الحته دي عشان حته ايه مهمه، عايزك بص تتخيل الموضوع. ده بافلوف، تمام؟ بافلوف ده كان عنده كلب، معلش يعني اعذرني في رسمي عشان عارف ان هو جميل، تمام؟ بافلوف ده كان عنده كلب. بص بقى ركز في الحته دي. كل لما بافلوف اهو يجي يقدم الاكل للكلب يقوم الكلب منزل لعاب
من بقه، عارف انت اللي هو التنهيدات بتاعت الكلب علشان ايه، اللي هو ايه مستني الاكل بقى وبتاع، فبينزل ايه لعاب. فبافلوف يستغرب، ايه ده كل لما الكلب انزل له الاكل ينزل لعاب من بقه، كل لما اجيب له اكل الايه الكلب ينزل لعاب من بقه. فهنا الاكل بالنسبه لبافلوف اسمه مثير طبيعي، صح؟ طب اللعاب اللي نزله الكلب ده ايه؟ استجابه، ماشي، استجابه طبيعيه، صح؟ مش ده مثير طبيعي اللي هو الاكل المثير العادي، واللعاب اللي نزله الكلب دي استجابه ايه؟ طبيعيه. فبافلوف حب يشغل دماغه، قال لك ايه؟ طب ايه رايك، بص الحته دي، لما اربط الاكل بحاجه تاني، بحاجه شرطيه، اربطها بمثير شرطي. يعني ايه؟ يعني قبل ما اقدم الاكل اقدم له حاجه مربوطه بالاكل. يعني ايه؟ مثلا جه بافلوف راح عمل ايه؟ جاب جرز. بص الحته دي عشان مهمه، اهو بافلوف اهو راح جاب جرز، تمام؟ راح يجي يعمل ايه؟ ادي الكلب اهو تاني. بافلوف بقى ده يجي يعمل ايه؟ يجي بقى وهو رايح للكلب يقدم له الاكل، قال لك يجي يقوم بافلوف هنا يقوم عامل ايه؟ ضرب الجرس تن تن تن، تمام؟ فالكلب يشوف الجرس مضروب، بعد كده بافلوف يقوم جايب الاكل، وبعد ما يضرب الجرس يقوم مقدم الاكل للكلب. طب اول مره بافلوف ضرب الجرس، هل الكلب نزل لعاب؟ لا يا مستر، ده عادي يعني، ما شاف الجرس عادي ما اتكلمش. لكن اول ما قدم له الاكل بعديها على طول فاهم، الكلب نزل لعاب. طب حصل ايه؟ مره واثنين وثلاثه واربعه، بافلوف كل ما يجي يخش يقوم ضارب الجرس، الكلب ايه؟ يشوف الجرس يستغرب، فيلاقي بعد الجرس جاي على طول الاكل. فبص الكلب حصل له ربط، حصل له ايه؟ ربط. اول ما بافلوف ضرب الجرس، خلاص بقى هو الكلب ايه؟ فهم ان بعد الجرس ده فيه ايه؟ اكل. راح لقى ان الكلب راح نزل لعاب على طول، انت فاهم معايا؟ راح نزل ايه؟ لعاب من غير حتى ما يشوف الاكل. ليه؟ عشان ربطت في دماغه ان الاكل او الجرس اللي هيضرب ده هيجي بعده الاكل على طول. فبقى ايه بقى؟ بص الكلب ينزل لعاب من غير حتى ما يشوف الايه؟ الاكل، مجرد بس ما يسمع الجرس يقوم عارف ايه؟ يقوم منزل لعاب على طول. مستر انا تهت. لا يا معلم، انا مش عايزك تتوه، انا عايزك تركز بس معايا. تاني ركز معايا، معلش. ادي بافلوف، تمام؟ بافلوف كان عنده كلب، الكلب ده كان كل لما بافلوف ينزل له الاكل بسرعه اهو كان الكلب ينزل ايه؟ لعاب. فبافلوف قال لك خلاص انا هربط الاكل بحاجه تاني اهو، ربط الاكل بحاجه تاني. قال لك هربطه بايه؟ بالجرس. فقبل ما يدخل الاكل يقوم ضارب الجرس، قبل ما يدخل الاكل يقوم ضارب الجرس. فالكلب بافلوف بقى لقى ان الكلب اول ما يسمع الجرس يقوم منزل ايه؟ لعاب على طول من غير حتى ما يشوف الاكل. فهو كده عمل ايه؟ ربط بافلوف، ربط الاكل بالايه؟ باللعاب. ده الكلام اللي ايه؟ موجود عندك هنا بقى يا معلم. بص كده، ادي تجربه بافلوف طبعا موجوده عندك اهو، انا شرحتها لك بالرسمه. فيقول لك ايه؟ اول حاجه، ايه هو المثير الطبيعي؟ انا شرحته لك بقى فانت المفروض تبقى فاهم ايه هو المثير الطبيعي. المثير الطبيعي يا مستر هو الاكل، ده المثير الطبيعي. طب ايه هي الاستجابه الطبيعيه؟ قال لك لعاب الايه اهو، سيلان لعاب الايه؟ الاكل. طب مستر ايه هو المثير الشرطي؟ خلي بس المثير المحايد دلوقتي. ايه هو مستر المثير الشرطي؟ قال لك هو الجرس، بس خلي بالك الجرس وهو مربوط بمين؟ بص اهو، صوت الجرس بعد تكراره مع تقديم الطعام. يبقى المثير الشرطي هو الجرس، بس الجرس لما يتربط بالطعام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت دلوقتي الجرس قبل ما مثلا اول مره خالص الكلب شاف الجرس فيها وما نزلتش لعاب ولسه دماغه ما ربطتش ان ده الاكل، ما اسمهوش مثير شرطي. اما اسمه ايه؟ هقول لك شويه كده. لكن بعد ما ربطنا الجرس اهو، بعد ما ربطنا الجرس بالاكل وبقى الكلب يشوف الجرس، بقى الكلب يشوف الجرس ينزل لعب على طول، يبقى ده اسمه مثير ايه؟ شرطي. طب مستر ايه هي الاستجابه الشرطيه؟ هو اللعاب بتاع اهو، اللعاب بتاع الكلب بس بعد ما يشوف الايه؟ مش الاكل، هيشوف الايه؟ الجرس يقوم منزل لعب على طول. طب مستر الجرس ده بقى في العموم اسمه ايه؟
اسمه المثير المحايد. اسمه الايه؟ المثير المحايد، اللي هو صوت الجرس في العموم من غير ما اربطه بحاجه. فاهمين قصدي ايه؟ تاني واحده واحده. طبعا في شويه رموز حب بس يعني يختصر الموضوع. اللي هو مثير خد الميم وحطها، طبيعي خد الايه؟ الطه وحطها، عشان تبقى انت عارف. استجابه خد السين وبعد كده الطه فبقت سين طه. وهنا نفس الفكره، خد الميم والشين والسين والايه؟ والشين. بص يا معلم اهو، ركز معايا تاني، ركز معايا تاني بسرعه. المثير الطبيعي ايه هو يا مستر؟ المثير الطبيعي دوت. قال لك المثير الطبيعي ده هو الاكل. طب حلو. طب ايه هي الاستجابه الطبيعيه يا مستر؟ قال لك الاستجابه الطبيعيه دي هو ايه؟ اللعاب اهو، اللعاب بتاع الكلب، صح؟ اهو دي حاجه طبيعيه خالص. بافلوف شافها اول ما بيحط الاكل الكلب بيطلع ايه؟ لعاب. طب قبل ما يربط اهو، قبل ما يربط بافلوف الجرس بالاكل، بقى الجرس اسمه مثير محايد. يعني صوت الجرس لوحده اسمه مثير محايد. يعني صوت الجرس لوحده اسمه مثير محايد. تمام؟ تمام. سامعني؟ شايفني؟ ركز معايا. طيب لكن بص بقى، بعد ما ربط اهو، بعد ربط، بعد ربط جرس بالاكل، بعد ربط الجرس بالاكل بقى الجرس اسمه مثير شرطي. طب مستر، الاستجابه اللي عملها الكلب على الجرس بعد الربط اسمها استجابه شرطيه. لو انت ما فهمتش بعد كل اللي انا عمال اعمله ده، اقفل الفيديو وحول ادبي. انت ادبي اصلا. حاول تجاره، حاول تجاره، كفايه عليك كده. لو انت ما فهمتش بعد كل ده حاول تجاره. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. حبايبي بتوع ادب، انا كده كده اصلا مدرس ادبي يعني. طب دي استنتاجات طبعا الكلام اللي انا عمال اشرحه من الصبح. طيب بعد كده عندي شويه ايه؟ قوانين نظريه التعلم الشرطي. عندي شويه قوانين كده بيقول لك انا ازاي اهو، ازاي يبقى عندي تعلم شرطي. ركز معايا. اول حاجه قانون الدعم. ايه يا مستر قانون الدعم ده؟ هو بيقول لك ازاي اهو، قانون الدعم ده هو ازاي اربط اهو، ربط المثير الشرطي بالاستجابه الشرطيه. يعني ايه الكلام ده؟ هو هنا بيقول لك يا معلم قانون الدعم ده ازاي تعمل مثير شرطي واستجابه شرطيه اللي انا عمال اشرحهم هنا دول. هو في قانون الدعم عايز يعمل ده. بيقول لك ازاي تكون مثير شرطي واستجابه شرطيه. ازاي؟ طب بص بيقول لك ايه في قانون الدعم. بيقول لك حاجتين، لازم تعمل حاجتين. اول حاجه عدد مرات الاقتران، وتاني حاجه الفاصل الزمني. يعني ايه يا مستر عدد مرات الاقتران؟ فاكر بافلوف لما جه قدم قبل الاكل الجرس، قبل ما يقدم الاكل الايه؟ الجرس. اول مره الكلب حس بحاجه؟ لا يا مستر ما حسش بحاجه. طب تاني مره بدا يلاحظ، تالت مره لا ده الموضوع غريب، رابع مره قال لك بس الاكل جه وراح نزل ايه؟ لعاب. يبقى عدد مرات الاقتران، يعني عدد مرات الربط، عدد مرات الايه؟ الربط. اه يا معلم، يعني لما تربط الحاجه كتير كتير بالحاجه اللي انت عاوزها يحصل هنا ايه؟ مثير ايه؟ مثير شرطي. طب بيقول لك الفاصل الزمني. يعني ايه الفاصل الزمني؟ فاكر لما جيت قلت لك بعد الجرس هيحط الاكل على طول؟ اه يبقى بعد المثير الشرطي علشان يحصل استجابه شرطيه، عشان يحصل استجابه شرطيه لازم تحط الاكل وراه على طول، ما يبقاش في فاصل ايه؟ زمني. يعني الفاصل الزمني يكون قليل، الفاصل الزمني يكون ايه؟ قليل. يبقى اذا انا عشان اعمل دعم او انت اختار الدعم، بيقول لك الدعم تختاره لما يقول لك ان انت عاوز تربط المثير الشرطي بالاستجابه الشرطيه. تعملها ازاي؟ قال لك عدد مرات الاقتران، يعني عدد مرات الربط. يعني ايه يا مستر؟ يعني ان انت تربط الحاجه اللي انت عاوزها. يعني مثلا انا دلوقتي كمدرس قلت ايه؟ كل لما تجاوب سؤال هدي لك مثلا مكافاه، تمام؟ او مش هقول لك يا عم، انا مجرد بس ايه، بص ركز الحته دي. انت اول ما جاوبت سؤال رحت انا مديتك مكافاه، كل ما تجاوب سؤال اديك مكافاه. فانت فهمت، بص اهو، كذا مره كذا مره اعمل لك الحته دي، كل ما تجاوب سؤال اديك مكافاه. فانت فهمت ان انت اول ما تجاوب سؤال انا هعمل ايه؟ هديك مكافاه. فانا هنا ربطت اهو، عملت حاجه اسمها ايه؟ اقتران.
فانت عرفت على طول اول ما تشوف المكافاه، اول ما تشوف المكافاه هتعرف على طول ان انت اول ما تجاوب انا هديك الايه المكافاه. طب هل كان في فاصل زمني ما بين السؤال والمكافاه او ما بين الاجابه والمكافاه؟ لا يا مستر، ما كانش في زمن، ما كانش في وقت. يعني مجرد ما جاوبت على طول انا اديتك الايه المكافاه. يبقى انا عشان اعمل المثير الشرطي او الاستجابه الشرطيه دي لازم عدد مرات الاقتران يكون كتير، يعني اربط الموضوع بموضوع كتير، زي ما عمل بافلوف كده، اللي هو ايه، انا ربط الجرس وراه الاكل على طول كذا مره كذا مره، وما خلاش فاصل ايه زمني طويل، خلاه قليل جدا جدا. فهمت يا مستر؟ اتمنى ان انت تكون فهمت يا رب. طيب اهو بس بيقول لك ايه مثال: عندما يجب الطالب عن السؤال المعلم اجابه صحيحه، فعلى المعلم ان يشجعه ويدعمه ايه مباشره. يعني انا ادعمك وادي لك الحاجه على طول، يعني ما يكونش في فاصل زمني. طيب ايه هو قانون الانطفاء؟ قانون الانطفاء عكس قانون الايه التدعيم. قانون الانطفاء هنا معلم عايز يعمل ايه؟ بص الحته دي، عايز يبقى مفيش مثير شرطي ولا استجابه شرطيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه؟ هو يا معلم هنا مش عايز بقى، بص هو عايز لما يبقى الكلب يجي له الجرس ما يحصلش استجابه شرطيه. يعمل ايه؟ انا عايز ارجع الكلب طبيعي، مجرد ما يسمع الجرس ما ينزلش استجابه شرطيه. اعمل ايه؟ قال لك تعمل، على فكره لو انت واصل هنا وحاسس ان انت مش فاهم، ارجع شوف الحته الثانيه الاولى، عشان لو انت ما فهمتش الاستجابه الشرطيه والمثير الشرطي مش هتفهم الباقي. انا بقول لك اهو. طب مستر انا اعمل ايه هنا اهو؟ لو انا عايز اخلي الكلب يسمع صوت الجرس من غير ما ينزل لعاب، اعمل قانون الانطفاء. يعني ايه اعمل قانون الانطفاء؟ يعني اضرب الجرس وما اقدمش الاكل، اضرب الجرس ما اقدمش الاكل، اضرب الجرس ما اقدمش الاكل كذا مره، افضل ان انا ما اقدمش الايه الاكل. فالكلب يفهم ايه، خلاص بقى ده بقى جرس عادي، ده بيضحكوا علينا، ما بقاش في بعد الجرس ايه اكل، فهتلاقيه ان هو مش بينزل ايه اللعاب بتاع فمه. فاذا هنا قانون الانطفاء ان انا لو مش عايز يبقى في مثير شرطي او استجابه شرطيه، ما اعملش الحاجه، ما اعملش الربط، ما اعملش الايه الربط اللي انا عملته في التدعيم. يبقى انا في التدعيم عشان اربط اعمل ايه ربط كتير واقلل الفصل الزمني. لكن هنا لا، ده انا عشان ما يبقاش في استجابه شرطيه اعمل ايه اهو بالانطفاء. انا عايز اعمل حاجه اسمها الايه الانطفاء، ان انا ما اقدمش اساسا الايه المثير، او ما اقدمش قصدي الاكل بعد الايه بعد الجرس. تمام. يبقى اذا الانطفاء هو ان انا عايز امنع الاستجابه الشرطيه. فانا امنع الاستجابه الشرطيه دي ازاي يا مستر؟ ان انا ما اقدمش الحاجه بعد الربط، يعني ما اربطش حاجه بحاجه. يعني مثلا، يعني انا دلوقتي عايز اخلي الطالب ما يفهمش ان هو كل ما يجاوب سؤال اديله هديه، فاعمل ايه؟ لما يجاوب سؤال مش هديله، يقوم جاوب تاني مش هديله، يقوم جاوب تالت مش هيديله، فيقوم عامل لك ايه، خلاص بقى مستر مش هيديني هديه، فانا كده كده خلاص عرفت ان هو مش هيديني ايه هديه. تمام. طيب بعد كده عندي اخر حاجه قانون الاسترجاع التلقائي. ايه يا مستر قانون الاسترجاع التلقائي دي؟ وهو هنا الكلب ممكن يفتكر المثير الشرطي، بس مش هيبقى نفس رد، يعني الاستجابه الشرطيه مش هتكون نفس رده الفعل بتاعت اول مره. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي جيت اديت الكلب جرس وما قدمتلوش الاكل، اديت الجرس ما قدمتلوش الاكل، اديت جرس ثالث وما قدمتلوش الاكل، جيت في المره الرابعه اديت له الجرس وما قدمتلوش الاكل، فراح بص افتكر، هو يعني افتكر، يعني الكلام ده بعد فترات، يعني على فترات، فافتكر ان هو بعد الجرس هيقدم له الاكل، بس هو حصل 3 مرات ضرب جرس وما قدمليش الاكل، فيحصل ايه؟ بص نزول لعاب بس بسيط، هو على امل ان الاكل يجي له، على امل ان الاكل ايه يجي له، بس هو هنا حصل له ايه استرجاع تلقائي. يعني هو افتكر ان ايه بعد الجرس بيجي له الاكل، بس الرد الفعل بتاعه اللي هو الاستجابه الشرطيه بتاعته بتكون قليله. ليه يا مستر بتكون قليله؟ علشان هو شاف ان 3 مرات الجرس يتضرب له وما يقدملوش الاكل، بس هو على امل ان الاكل ايه يجي له، فبيبقى رد الفعل قليل. عارف زي ايه مثلا يعني انت لما تيجي تحاول مثلا او تلعب مثلا ايه، تلعب بولينج يا عم، فاول مره تضرب ما توقعش كل حاجه، فاول مره تاني مره قصدي تضرب ما توقعش كله، تالت مره تضرب ما توقعش كله، تيجي في رابع مره
هتعمل ايه؟ هتضرب برضو؟ قال لك يعني انا على امل ان هم كلهم يقعوا، فيقوم عامل، بس عارف انت الحافز اللي كان عندك اول مره مش زي الحافز اللي عندك ايه رابع مره، فرحت ضربت اللي هو ايه جت ما جاتش ما جاتش. فهنا بيحصل لك استرجاع تلقائي، يعني انت بتبقى عارف ان ممكن يجي لك الاكل اللي هو ممكن توقع الحاجه كلها، بس رابع مره بتبقى ايه اللي هو انا على امل الحاجه دي تيجي او ما تجيش. تمام تمام. يبقى اذا باختصار كده الثلاث قوانين، قانون التدعيم دوت انا عايز اربط المثير او ازاي اعمل مثير شرطي واستجابه شرطيه من خلال الربط، عدد مرات الربط كتير، وان انا ما اخليش فاصل زمني. طب مستر انا عاوز اعمل قانون الانطفاء ان انا ما يبقاش عندي مثير شرطي ولا استجابه شرطيه، اعمل ايه؟ ابعد ما اربطش خالص واخلي فيه فاصل زمني طويل. طب مستر انا عاوز اعمل قانون الاسترجاع التلقائي، اعمل ايه؟ ان هنا بيكون عندك امل ان ممكن يجيب لك الاستجابه الايه او ممكن يجيب لك الاكل اللي هو المثير الايه الطبيعي اساسا، بس هنا انت بتبقى على امل اللي هو ايه بتفتكر الحاجه اللي هو عملها لك، اللي هو بتفتكر بعد الجرس كان بيجيب الاكل بس هو 3 مرات ما جابليش الاكل، فالمره الرابعه انا على امل ان هو ايه يجيبه لي. تمام تمام. طيب بعد كده بيقول لك بقى انا ازاي اطبق نظريه التعلم الشرطي الكلاسيكي ده في التربيه والتعليم. انا ازاي اطبقها؟ معلش بس قبل بس ما ايه ما اقول لك النظريات التربويه دي، حابب بس الخص لك الشرطي الكلاسيكي. طبعا الشرط الكلاسيكي انت عارف ان في عندنا مثير طبيعي، استجابه طبيعيه، مثير محايد، استجابه شرطيه، ومثير ايه شرطي. انت لازم تكون عارف دول. طيب خلي بالك الشرط الكلاسيكي علشان تختاره هقول لك ان انا ربطت اهو، ربطت المثير الطبيعي بالاستجابه الطبيعيه. بص عمل ايه؟ بص ربط اهو المثير الطبيعي ده، خلى او تدخل في مثير شرطي عشان يحصل مثير، قصدي استجابة شرطية، معلش، عشان يحصل استجابة. يبقى انت من الاخر يا معلم لما تلاقي في السؤال ان هو حصل ربط، عملية ربط ما بين المثير الطبيعي ومثير شرطي، ما بين الاستجابه الطبيعيه والاستجابه الشرطيه، تعرف على طول ان انت في الشرط الكلاسيكي. يبقى لما يكلم لك عن ربط تعرف على طول ان انت في اول حاجه اللي هو بتاعت مين؟ بافلوف. طيب انا ازاي اطبق الكلام دوت في التربيه والتعليم؟ اول حاجه بيقول لك ايه؟ تقديم التفسيرات. يعني ايه مستر تقديم التفسيرات؟ كلمه تقديم التفسيرات هو الاسباب. هو هنا بيقول لك يا معلم ان انت بتربط الحاجه ببعضها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا جالي واحد خايف من شيء، بيخاف مثلا من الضلمه، بيخاف مثلا من دكتور السنان. طب انت ليه بتخاف من دكتور السنان؟ بص اهو انا هبدا اربط. قال لك علشان لما رحت له اول مره حصل لي ايه؟ الم، تعبت منه جدا، فعشان كده هو بيخاف من دكتور الايه؟ السنان. فهنا انا اول حاجه من نظريه بافلوف قدرت ان انا اعمل ايه؟ اعمل ربط للموضوع، قدرت ان انا اعمل ايه؟ ربط للموضوع. فاذا تقديم التفسيرات دي اول شيء، ان انا ابدا ان انا اجيب الاسباب واربطها ايه؟ بالحاجه اللي تحصل. يعني هو بيقول لك اهو يتعلم الاطفال الخوف من الذهاب الى طبيب الاسنان بسبب خبرات الالام المرتبطه بالذهاب اليه. يتعلم الطفل الخوف من الكلاب بسبب ايه؟ تعرضه للاذى من احد الكلاب سابقا. يبقى هنا عمل ايه؟ ربط سبب او ربط الظاهره بايه؟ بسبب. فدي اول حاجه انا ممكن اتعلمها من نظريه بافلوف، ان انا اربط الحاجه ببعضها. طب تاني حاجه تعديل بعض الاستجابه الغير مرغوبه عن طريق حاجه اسمها الاشراط المضاد او العكس. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ بص يا معلم هنا في شويه سلوك غير مرغوب. طيب انا عايز اعدل السلوك الغير مرغوب ده، اعمل ايه؟ بص بقى ركز كده معايا، بيقول لك ايه؟ الخوف من الظلام يتم تغييره من خلال ربط مثير غير شرط مرغوب فيه والعكس. يعني ايه الكلام ده؟ اتقل عليا. بيقول لك ايه؟ القلق من الامتحان يمكن تغييره بربط بمثير غير شرط مرغوب فيه، زي ايه؟ الموسيقى. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص كده انت مثلا بتقلق من الامتحان، انت بتقلق من ايه؟ من الامتحان.
او مثلا بتخاف من الضلمه يا عم. فانا اقوم عامل لك ايه؟ جايب حاجه انت مش بتقلق منها. يعني بص، انت في سلوك بتعمله غير مرغوب فيه، اللي هو ايه؟ انا قلقان من الامتحان يا مستر، اعمل ايه؟ طيب خايف او بخاف من الضلمه، اعمل ايه؟ فانا اجيب لك حاجه انت ما بتقلقش منها، واقوم ايه؟ انت دلوقتي في الضلمه اهو والنور مطفي وبتاع وخايف وقلقان، اجيب لك حاجه انت ما بتقلقش منها. اجيب لك مين؟ مثلا والدك. انت لما بيبقى والدك بيبقى موجود بتطمن، صح؟ فاقوم عامل ايه؟ جايب لك والدك، فانت تبقى قاعد في الضلمه مش خايف. ليه؟ عشان جبت لك حاجه او ربطت حاجه وعدلت سلوك غير مرغوب بيه بحاجه اسمها الاشراط المضاد او العكس. يعني جبت لك حاجه تضاد الرغبه دي، يعني جبت لك حاجه تخليك ان انت ما تخافش من الحاجه دي. يعني مثلا انت دلوقتي لو قلقان وخايف، ايه اكتر حاجه مثلا تخليك ان انت مطمن؟ الحضن، صح؟ امك لو حضنتك خلاص، ابوك لو حضنك خلاص. فاذا لو انت خايف من حاجه معينه، اخلي مثلا والدتك تقوم حضناك. فانا بص عملت ايه؟ عدلت سلوك غير مرغوب بحاجه بره انت ما بتخافش منها. انت دلوقتي متوتر من الامتحان، فسمعت لك موسيقى تهدي اعصابك. فانا كده عملت ايه؟ ربطت حاجه او خليت سلوك انت خايف منه او مرغوب مش مرغوب قصدي فيه، جبت حاجه انت ما بتخافش منها او بتحبها او مرغوب فيها، تعدل لك السلوك ده. تمام. طيب، تالت حاجه ايه؟ بيقول لك الاعتماد على الاستجابه الشرطيه في تكوين اتجاهات موجهه لدى التلاميذ نحو المدرسه بوجه عام والتعلم بوجه خاص. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك يا معلم، في شويه مواقف. يعني انت مثلا ما بتحبش تروح المدرسه، ما بتحبش تروح المدرسه، فانا اعمل ايه؟ اجيب لك حاجه بتحبها عشان تروح المدرسه. ازاي يا مستر؟ يعني مثلا اقول لك خلي بالك لو رحت المدرسه، ده احنا عندنا حصص العاب مثلا النهارده، عندنا حصتين العاب، او مثلا حصه العاب وحصه رسم، فانت بتحب الالعاب وتحب الرسم، فهتحب ان انت تروح الايه؟ المدرسه. او مثلا انت مثلا بتحب اصحابك جدا، تمام؟ فقلت لك خلي بالك انا نقلتك في المدرسه اللي فيها اصحابك، فانت كده هتضطر ان انت ايه؟ تروح المدرسه. دي معنى كلمه الاعتماد على الاستجابه الايه؟ الشرطيه. بص الاعتماد على الاستجابه الشرطيه، يعني انت مش عندك استجابه طبيعيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت في الاول، بص ركز في الحته دي، الاول لما قلت لك يلا روح المدرسه، هل في استجابه طبيعيه؟ يعني حبيت ان انت تروح المدرسه؟ لا. طب قلت خلاص انا هعتمد على الاستجابه الشرطيه، يعني هجيب مثير شرطي. يعني ايه هجيب مثير شرطي؟ يعني هربط حاجه بحاجه. ما هو الدرس كله بيتكلم عن الربط. مثلا ازاي افرق منهم؟ لا، انت افهم كل حاجه لوحديها. فزي ما انا بشرح لك كده، هو كده كده مش هيلعب عليك في الاسئله دي، هو بس بيجيب لك نماذج تطبيقيه، فانا لازم افهمك الكلام ده. فهنا بيقول لك ايه؟ ان انت لازم اجيب مثير شرطي. يعني ايه يا مستر مثير شرطي؟ يعني مثلا انا جيت في الاول قلت لك يلا روح المدرسه، فانت الاستجابه الطبيعيه لا انا مش عايز اروح. طب خلاص انا هعتمد على الاستجابه الشرطيه. خلي بالك لو انت رحت المدرسه، انا او هنقلك من المدرسه دي اوديك المدرسه اللي فيها اصحابك، فانا اعتمدت على مثير شرطي، فانت دماغك قلت بس خلاص انا عايز اروح ايه؟ المدرسه اللي فيها اصحابي، فاعتمدت كده على الاستجابه الايه؟ الشرطيه. وصلت. طيب، رابع حاجه بيقول لك هو الاحلال او اطفاء. يعني ايه يا مستر احلال او اطفاء؟ بيقول لك لو انت بتعمل حاجه كويسه انا هعمل لك عمليه احلال. يعني ايه عمليه احلال؟ هشجعك. طب لو انت بتعمل حاجه وحشه هعمل لك عمليه حاجه اسمها اطفاء. يعني ايه يا مستر اطفاء؟ هخليك تبعد عنها، مش هشجعك في الموضوع دوت. هقول لك خلي بالك اللي انت بتعمله ده غلط. ازاي؟ مثلا لو عندي طفل بيزعق جدا وهو بيتناقش معايا وبيتعصب مثلا وبيزعق وبيقل ادبه، هعمل له حاجه اسمها ايه؟ اطفاء. اقول له كلمه انت بتعمله ده غلط، صح؟ دي اسمها الاطفاء. او ما ردش عليه اصلا لما تحسن اسلوبك تتكلم معاه. لكن لو لقيت الطفل دوت هو دلوقتي بيتناقش بس باسلوب كويس، هعمل له عمليه احلال، يعني هشجعه للايه؟ للموضوع. فهمت قصدي ايه؟ طيب، خامس حاجه بيقول لك ايه؟ الاخيره، تعلم القراءه للاطفال من خلال اقتران الجمل بالصور. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان انا عايز اعلم الطفل، هو كلها برضو بتتكلم عن الربط، عايز اعلم الطفل القراءه بان انا اربطها بصوره. يعني ايه؟ يعني مثلا اجيب صوره اسد، ماشي، ومكتوب عليها تحتها كلمه اسد، فاقول له دي صوره ايه؟ يقول لي اسد، يبقى دي اسمها ايه؟ اسد. فهو كده هيربط حاجه بحاجه، هيربط حاجه بايه؟ بحاجه. على فكره الحته دي حلوه قوي. يعني عارف العلماء ودي معلومه فعلا حقيقيه، لما كانوا عايزين يحفظوا شيء كانوا يربطوها بحاجه معينه في دماغهم. يعني ايه؟ يعني مثلا يقوموا جايبين ريحه معينه، تمام، ويشم الريحه دي ويحفظ المعلومه، مجرد ما يشم الريحه يفتكر المعلومه. بامانه ما بهزر. فهنا يعمل ايه؟ يجيب صوره الشخص او الشيء، يعني يجيب مثلا صوره قطه ومكتوب تحتها قطه،
فلما يشوف الصوره بتاعت القطه ويشوف الكلمه الاثنين هيرتبطوا بايه؟ ببعض. تمام تمام. دي كانت اول نظريه عندنا يا معلم. يبقى نظريه بافلوف بتتكلم عن ايه؟ عن الربط. ها، بتتكلم عن ايه؟ الربط ما بين المثير الطبيعي والمثير الشرطي والاستجابه الطبيعيه والاستجابه الشرطيه. طب سؤال ليك، لو انت جاوبته هعرف ان انت فاهم. امتى يتسمى مثير محايد؟ لما انا ما اعملش ايه؟ ما اربطش، اهو ما اربطش المثير الشرطي بالاستجابه الايه؟ الشرطيه. يبقى مثير لوحده خالص، لسه ما ربطتهوش بالاستجابه الشرطيه. تمام تمام. طيب بعد كده عندي نظريه اسمها التعلم بالمحاوله والخطا. وهنا طبعا هتتكلم عن ايه؟ سلوك الفرد. ما انا كلمتك بقى، قلت لك اول اتنين بيتكلم عن ايه؟ عن السلوك. طب بص كده من اسمها، نظريه التعلم بالمحاوله والخطا، انا بعمل ايه؟ انا بتعلم من خلال المحاوله، يعني من خلال الايه؟ التكرار. يعني انا بتكرر وبحاول وبقعد احاول وبقعد احاول وبقعد احاول وافشل، احاول وافشل، احاول وافشل لحد اما ايه؟ انجح. دي اسمها طريقه التعلم بالمحاوله والايه؟ والخطا. ان انا بحاول بعد كده بفشل، بعد كده ايه؟ بحاول وافشل تاني لحد ما احاول وانجح. تمام تمام. طب مين المؤسس؟ واحد اسمه ايه؟ سوران ديك. ده عمل ايه؟ كان عنده قطه. معلش انا قلت لك ان ايه؟ الدنيا كلها النهارده في الحيوانات. ده كان عنده قطه. ركز بقى معايا في الحته دي عشان دي مهمه، اهم حاجه. بيقول لك ايه؟ ان هو كان عنده قطه حطها في قفص. ركز معايا. وحط قدام القفص، يعني قفل القفص وحط قدامه اكل. خلي بالك انت عشان تعمل استجابه لحيوان لازم تجيب له اكل، دي حاجه معروفه. فعشان كده ماما لما بتقول لك ايه ذاكر تقوم جايبه لك اكل على طول. فاذا جاب القطه وحطها في القفص. تمام. وجاب لها اكل قدام شويه، جاب لها سمك قدام، وساب حته واحده بس هي المفتوحه من القفص. فالقطه عملت ايه؟ قعدت تحاول مثلا تخرج من الحته دي، تخرج من الحته دي، تخرج من الحته دي، تخرج من الحته دي، ما عرفتش لحد ما لقت حته معينه خرجت منها. فراحت ايه؟ خدت الاكل. طب تاني مره، بص تاني مره حطها في القفص تاني، برضه حط لها اكل. فجربت محاولتين بس وايه، وافتكرت ان هي خرجت من هنا، راحت قامت طلعت منها. طب ثالث مره افتكرت على طول ان هي طلعت من دي، فقامت ايه؟ طلعت منها على طول. فهنا ايه اللي حصل؟ من كتر المحاوله شال الخطا، من كتر الايه؟ المحاوله شال الخطا. طب مستر، ودي في حياتك العمليه انت دايما ايه؟ ما تيأس، افضل حاول 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 علشان تنجح. مفيش حد ما بيحاولش وما بينجحش. طيب مستر انا اعرف منين ان انا اللي بعمله ده صح؟ لما زي القطه كده، لما الوقت يقل. يعني ايه الوقت يقل؟ يعني هي اول مره قعدت تدور على المكان، قعدت مثلا حوالي نص ساعه. طب تاني مره ده قعدت ربع ساعه. طب تالت مره قعدت مثلا دقيقتين. طب رابع مره ده في ثانيه خلاص عرفت المكان فطلعت ايه؟ على طول. فلما كل لما الوقت يقل كل لما انت كده بتبدا تنجح اسرع. فاهم قصدي ايه؟ طيب فاذا خلاص احنا عرفنا التجربه بتاعت سورن ديك، ان هو جاب قطه وقعد يجرب في، وقعدت هي تحاول وبتاع لحد ما عرفت المكان الحقيقي، فرابع مره راحت خرجت من ايه؟ من المكان. طب انا عايز اقول لك على حاجه بس ومعلومه مهمه يعني. هنا دور العالم ايه؟ الحته دي مهمه مهمه قوي. دور العالم سلبي، او دور المعلم سلبي، لكن دور المتعلم ايجابي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ دور المعلم هنا سلبي. يعني ايه سلبي؟ يعني ما بيتدخلش في الموضوع، هو مجرد بس حطها وبس وقعد يتفرج. طب دور المتعلم، مين المتعلم؟ اللي هي القطه. دورها ايجابي. يعني ايه مستر دورها ايجابي؟ هي اللي بتحاول، هي اللي عماله تشوف وتخرج منين وبتاع وكده. فاهم قصدي ايه؟ فاذا هنا دور المعلم سلبي عشان هو ما بيتدخلش في الموضوع، لكن دور المتعلم لا يا مستر ده هنا ايجابي، هو اللي عمال ايه؟ يحاول. طب واحد كده شاطر ويقول لي في الايه؟ في هنا في الشرطي، ركز معايا، في نظريه التعلم والشرط الكلاسيكي، دور المعلم ودور المتعلم ايه؟ الشاطر هو اللي هيعرف. بص يا معلم، دور المعلم هنا ايجابي، لكن دور المتعلم سلبي. يعني ايه؟ دور المعلم هو اللي بيجرب. خلي بالك كلمه هو اللي بيجرب، هو اللي بيجرب يبقى هو هنا ايجابي. طب مستر ما دام هو اللي بيجرب، هو اللي عمال بص يجيب بقى الجرس ويحط الاكل ويعمل ومش عارف ايه، فهو دوره هنا ايجابي، هو اللي بيجرب. طب المتعلم اللي هو كان الكلب، هو كان بيعمل ايه؟ يا دوب مستني الاكل، ما بيعملش حاجه، فدوره ايه؟ سلبي.
الحته دي مهمه، خلي بالك عشان تبقى انت عارف كل واحد دوره فيها ايه. طيب فبيقول لك ايه، هو هنا بيبدا يشرح لك التجربه اللي حصلت، تمام. فبيقول لك الحته دي مهمه بقى. انا عايز اجيب لك كلما زاد على طول، عشان انا مش عايز اقرا معاك الكلام ده كله عشان ايه ما اضيعش الوقت بتاعك. سلام عليك. بص، الحاجه اللي انت عاوزها مش هتلاقيها لو عملت ايه، لكن لو انت مش عايزها مش عارف. انت فاهم؟ انت فاهم حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ مش فاهم. ماشي، عامه ايه المهم، يعني انه انا عايز اقول لك ايه، ان كلما زاد الزمن، او خليها قل الاول، كلما قل الزمن اذا المتعلم تعلم الشيء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت امتى تعرف المتعلم ان هو اتعلم الحاجه؟ يعني امتى تعرف ان القطه عرفت المكان؟ لما يقل الزمن. لما يقل الايه الزمن، يعني مثلا اول مره زي ما قلت لك قعدت نص ساعه، صح؟ طب تاني مره قعدت لا 5 دقائق 10 دقائق، طب ثالث مره ده ما قعدتش ثانيه واحده. فكلما قل الزمن ايه اللي هيحصل؟ هعرف ان المتعلم ايه؟ تعلم الحاجه. طب لو الزمن زاد يبقى لسه المتعلم ما اتعلمش، لو الزمن زاد يبقى لسه المتعلم ايه؟ ما اتعلمش. طيب بيقول لك ان انا عندي شويه قوانين نظريه التعلم بالمحاوله والخطا. ايه يا مستر هي القوانين؟ قال لك اول حاجه قانون الاستعمال. ايوه، هي كانت هنا اهي، تصدق وانا عمال ادور عليها تحت. ايه يا مستر قانون الاستعمال ده؟ ركز بقى معايا في الحته دي. قال لك هو بيشير الى انه كلما زاد عدد مرات التمرين او الممارسه كلما قوى الارتباط والاكثر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك هنا قانون الاستعمال، انت علشان تنجح لازم يحصل ايه؟ تمرين. لازم يحصل ايه؟ تمرين ومحاولات كتير. هنا زائد محاولة زائد تكرار. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك قانون الاستعمال ان انت عشان توصل للحاجة لازم يحصل ايه؟ محاولة. لازم تكرر الحاجة، لازم تحاول وتكرر الحاجة وتتمرن على الايه؟ على الحاجة. فهنا عشان كده بيقول لك كلما زاد عدد مرات التمرين زاد الايه؟ العمل، زاد المعرفة، صح ولا لا؟ فخلي بالك انا ممكن اعملها لك اللي هو اقول لك هنا التمرين مثلا، واقول لك معرفه العمل. كلما زاد التمرين زاد معرفه العمل، فتبقى ايه؟ طرديه، صح ولا لا؟ فاذا قانون الاستعمال، امتى اختار يا مستر قانون الاستعمال؟ لما اقول لك ان انت اتمرنت على حاجه كتير، لما اقول لك ان انت كررت الحاجه كتير، تمام؟ فلما اقول لك اتمرنت او كررت تعرف على طول قانون الايه؟ الاستعمال. طب مستر ايه هو قانون الاهمال او عدم الاستعمال؟ جاي من اسمها. هنا انت بتتمرن، طب هنا انت ما اتمرنتش اصلا. عارف زي ايه؟ زي الراجل بتاع الجيم بالظبط. الراجل بتاع الجيم عشان يعمل فورمه لازم يعمل قانون الاستعمال. يعني ايه لازم يعمل قانون الاستعمال؟ لازم يتمرن باستمراريه، استمرار على الشيء، لازم يستمر في الايه؟ في التمرين. طب لو عمل قانون الاهمال وعدم الاستعمال، يعني اتمرن اسبوع وقعد وريح، وبعد كده بعد شهر جه اتمرن اسبوع تاني، هل هيعمل عضلات؟ لا، فهيحصل له ايه؟ قانون الاهمال وعدم الاستعمال. يبقى اذا ايه الفرق ما بين القانونين؟ قانون الاستعمال ده لو اتمرنت كتير ولازم ان انت تكرر الحاجه، لازم يكون في استمراريه. لكن قانون الاهمال وعدم الاستعمال ان انت ما تتمرنش اصلا، تمام؟ تقعد فتره زمنيه ما تتمرنش اهو، لفتره من الزمن. عدم الممارسه او التمرين لفتره من ايه؟ من الزمن. طيب بعد بيقول لك عندي حاجه اسمها قانون الاثر، وركز بقى معايا في القانون ده عشان مهم قوي. معلش انا عارف ان الموضوع كبير شويه بس ركز معايا. ايه يا مستر هو قانون الاثر؟ بيقول لك ان هو بعد النتيجه، هل انت عندك شعور بالارتياحيه ولا لا؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا انت بعد ما بتذاكر بتبقى حاسس ان انت مرضي، حاسس ان انت مرتاح ولا لا؟ ده اسمه قانون الاثر. يعني في النتيجه اثر النتيجه عليك ايه؟ وخلي بالك هنا انا بتكلم عن النتيجه بعد ما بتفعل الشيء. هل بتكون حاسس ان انت مرتاح؟ يعني مثلا بعد ما تلعب مثلا لعبه معينه، حاسس ان انت كده خلاص مرتاح، حاسس بشعور الارتياح او حاسس بشعور الرضا، شعور الرضا ولا لا؟ لما بتخلص اللي عليك حاسس ان النتيجه اللي هو الحاجه اللي انت عملتها بتبقى حاسس ان انت مرتاح او حاسس بشعور الرضا ولا لا؟ فاذا قانون الاثر بيتكلم عن النتيجه. بعد النتيجه بتاعتك هل انت بتبقى مرتاح ولا لا؟ طب بص بقى،
قانون الاستعداد والتهيؤ، الحته دي مهمه اهو. بص، شعور الفرد بالارتياحيه او عدم الارتياحيه. يبقى اذا قانون الاثر بيتكلم عن في النتيجه، وخلي بالك الحته دي مهمه، بيكلمك عن النتيجه، هل النتيجه اللي انت وصلت لها دي مرتاح لها ولا لا. وهنا دايما هيكلمك عن الشعور. طب مستر، قانون الاستعداد والتهيؤ بيكلمني عن ايه؟ هنا بيكلمني عن قبل الفعل. هل انت قبل ما تعمل الفعل اصلا مرتاح له اساسا ولا لا؟ وخلي بالك عشان تفرق ما بين الاثنين بالله عليك، قانون الاستعداد والتهيؤ انت قبل ما تعمل الفعل، قبل ما تعمل الفعل. لكن التاني القانون الاثر ده بيقول لك ان انت بعد ما تعمل الفعل النتيجه مرتاح لها ولا لا. لكن هنا قانون الاستعداد والتهيؤ، هل انت مهيئ نفسك، مهيئ شعورك للموضوع، هل انت مرتاح قبل ما تعمل. يعني مثلا انت دلوقتي لسه ما اتفرجتش على الفيديو، لسه ما اتفرجتش على الفيديو، هل انت مرتاح او حاسس ان انت لو عندك مثلا نفسيه او شعور بالاحساس ان انت مرتاح ان انت هتتفرج على الفيديو، انت مهيئ نفسك او مستعد ان انت تتفرج على الفيديو ولا لا؟ لو قلت خلاص ماشي، قانون الاستعداد والتهيؤ. لو قال لك لسه قبل كامل فعل ان انت مرتاح او لا، ده قانون الاستعداد والتهيؤ. طب لو انت اتفرجت على الفيديو اساسا، بص بقى الحته دي، لو انت اتفرجت على الفيديو النتيجه بقى ان انت اتفرجت على الفيديو، طب انت مرتاح على النتيجه ولا لا؟ يبقى دي قانون الاثر. يبقى اذا ايه الفرق بين قانون الاثر وقانون الاستعداد والتهيؤ؟ قانون الاثر بيكلمنا عن النتيجه، لكن قانون الاستعداد والتهيؤ بيكلمنا عن قبل الفعل، عن قبل الفعل، قبل قيام الفعل. هل انت مرتاح اساسا ان انا اعمل الحاجه دي ولا لا؟ انت مرتاح ان انت اساسا تذاكر، مهيئ اساسا ان انت تذاكر ولا لا؟ لكن لو انت ذاكرت، طب النتيجه بقى اللي انت وصلت لها انت مرتاح لها ولا لا؟ دي قانون الاثر. تمام. طيب قانون الاستعداد والتهيؤ ده فيه 3 حاجات. بيقول لك ممكن تكون مهيئ للاستجابه وتمت استثاره. دي اول حاجه. يعني ايه ممكن اكون انا مهيئ؟ مثلا انا دلوقتي مهيئ ان انا اذاكر وعندي مذاكره فرحت ذاكرت، دي اول حاجه، ان انت مهيئ وتعمل الشيء. تمام. طيب تاني حاجه، مهيئ للاستجابه ولم يعطى له فرصه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت قاعد دلوقتي في الاجازه بس عندك استعداد للمذاكره، بس مفيش فرصه ان انت تذاكر، انت في الاجازه خلاص، اعمل ايه؟ فاهم قصدي ايه؟ فاذا اول واحده انت مهيئ للاستجابه، انت عايز تذاكر وانت في الدراسه فبتذاكر. طب مهيئ للاستجابه بس للاسف لم يعطي له الفرصه، يعني انا مهيئ للمذاكره بس انا في الاجازه ما بعملش حاجه خلاص. فاهم قصدي ايه؟ فلم يتاح له الفرصه. ثالث حاجه بقى واللي عندكم كلنا، ان انت في ايه؟ ركز معايا. ان انت لم يكن الفرد مهيئا للاستجابه وتمت استثاره. هنا بقى ايه؟ ان انت مثلا قاعد في الدراسه دلوقتي مش مهيئ ان انت تذاكر، لكن للاسف عليك مذاكره كتيره. فاذا التهيؤ او الاستعداد عنده منه 3 حاجات. ممكن تكون مهيئ للحاجه ويتم استثارك، يعني تكون مهيئ للمذاكره وتذاكر، او ممكن تكون ان انت مهيئ للحاجه بس ما فيش فرصه ان انت مهيئ ان انت تذاكر، بس ما في ان انت قاعد في الاجازه، او تكون ان انت مش مهيئ للحاجه بس في استثاره، ان انت بتكون مش عايز تذاكر بس للاسف عندك مذاكره كتير. طيب عندي شويه بقى تطبيقات تربويه على المحاوله والخطا. عندي اول حاجه استثاره دفاعيه المتعلمين. يعني ايه يا معلم؟ يعني من الاخر بقول لك انت ايه اكتر نشاط انت بتحبه وانا اعمله، او اساليب اللي انت بتحبها وانا اعملها علشان اخليك تتعلم كويس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت بتحب مثلا ان انا اعمل لك الحاجه دي على مثلا موسيقى، فانا بشوف اللي انت عاوزه او اللي انت بتحبه على نواتج التعلم بتاعتك واعملها. فاهم قصدي ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي لو عملت لك الحته دي باغنيه، فانت هتكون كده كده بتحب الموسيقى صح؟ فهتبقى مبسوط فهتسمع الفيديو. فدي اول حاجه. طب تاني حاجه الممارسه. ايه هو الممارسه؟ هو التمرين. وخلي بالك كل حاجه هنا هتكلمك عن التمرين، اساليب التمرين. فانت عايز يعمل لك الممارسه ان انت تتمرن على الشيء. طب بعد كده بيقول لك تقويه الروابط بين المثيرات والاستجابه بالتكرار والتدعيم. يعني ايه يا مستر بالتكرار والتدعيم؟ انهم بيقول لك ان انت دايما تكرر المثير، وقصده برضه على التمرين والاستمراريه. يبقى الثلاثه من الاخر بيتكلموا يا معلم ان انت لازم يحصل استمراريه في الموضوع. اول حاجه اشوف اصلا النشاط اللي انت عاوزه واعمله. تاني حاجه ان انت تمرن نفسك وتكرر الحاجه. تالت حاجه ان انا اكرر لك الشيء كذا مره، يعني افضل في استمرار عشان انت تبدا تحفظ الحاجه. طيب
بعد كده التهيئه والتمهيد للدرس، ودي حته مهمه. المفروض المعلم ان هو ايه، يهيئ او يبدا الدرس بتاعته بقصه صغيره كده عشان يبقى انت فاهم الدرس كله على بعض. عارف زي ما انا عملت كده، ان قلت لك خلي بالك المدرستين دول بيتكلموا عن السلوك والمدرستين دول بيتكلموا عن الفكر، انا كده عملت ايه، هيأت بس للدرس عشان انت تفهم الايه الدرس. طيب بعد كده عندي النظريه الثالثه، هي التعلم بالفهم والاستبصار، ودي بتتكلم عن الجشتلت. وخلي بالك احنا اتكلمنا عن الجشتلت الترم اللي فاتت، واتكلمنا عليها الترم دوت في الذاكره، قصدي في الادراك لو انت تفتكر. فيعني احنا اتكلمنا عليها كتير فمش هتاخد وقت، ركز معايا. ايه هو يا مستر الجشتلت؟ الجشتلت هو ان انت بتعرف او بتشوف الحاجه في الصيغه الكليه. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا بشوف الحاجه بالصيغه الكليه بتاعتها، مش بشوف الحاجه بالايه بالاجزاء، لا ده انا بشوف الكل بعد كده بدرك الايه الاجزاء. طب مين المؤسسين بتاعتهم؟ احنا خدناهم الترم اللي فات، كوهلر وكوفكا وفرت هارمر. وكوفكا يعني انا دايما بفتكره بالكفته، فكوهلر خلي بالك انا بقول لك الموضوع ده عشان هستفيد منه في المدرسه اللي جايه. كوهلر وكوفكا وفرت ايه هارمر. طب المدرسه دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن اهو الكل اكبر من مجموع الجزئيات. يعني بتتكلم ان انت بتشوف، الانسان بيشوف الحاجه في الصيغه الكليه وبعد كده بيدرك الايه الجزء. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، زي اهو انت بتشوف كلمه الام ايه؟ بتشوفها كلها على بعض كلمه ام، ولا بتشوفها الف زائد ميم؟ لا يا مستر انا بشوفها كلها على بعض كلمه ايه ام. طيب طبعا عملوا تجربه على القرد، بالمره احكي لك التجربه بس عشان تعرف جشطه دي حصل ايه. جابوا قرد وحطوه في صندوق، وبعد كده جابوا شويه عصيان وجابوا شويه صناديق وراحوا رموها في الايه في القفص بتاعه. فالقرد بص عمل ايه، ادرك وحطوا وحطوا بتاعه موز اسمها ايه، بتاعه موز كده يعني كلها كامله على بعض فوق القفص. فالقرد عايز يوصل للموز، راح عمل ايه، ادرك الموقف كله. قال لك بص انا لو جبت الصناديق وحطيتها هنا وبعد كده جبت العصايه وطلعت فوق الصندوق وهزيت الموز هيقع لي. فهو عمل ايه، ادرك الموضوع كليا، بعد كده نفذ الموضوع على طول مره واحده، نفذ الموضوع على طول مره ايه واحده. فاذا هنا بيتكلم عن الادراك الايه الكلي، ان انت تبص على الموقف كله على بعض. وخلي بالك الموضوع ده احنا بنستفيد منه في الاسئله، ان انت لازم تشوف السؤال كله وتدرك السؤال كله عشان تعرف ايه تجاوب. خلي بالك يبقى هنا عملوا التجربه اهو على الايه القرد. وخلي بالك دايما بتكلم ان الجشتالت بتهتم بالفهم والايه والادراك، ان انت بتفهم الحاجه وتدركها كايه ككل. طيب خصائص التعلم بالاستفسار، انا قلت القرد دي ولا إيه؟ اول حاجه الانتقال من مرحله ما قبل الحل الى الحل، وهو انتقال مفاجئ. يعني ايه؟ يعني انت قبل ما تعرف الحاجه اصلا انت بتتنقل من مرحله الحل اللي انت لسه ما حلتش لمرحله الحل بس حل مفاجئ. يعني ايه؟ انا بدرك الشيء، عارف زي مثلا انت بتقرا السؤال، قريت السؤال كله فهمته يبقى دي الاجابه، يبقى خلاص انت وصلت للحل الايه المفاجئ. طيب تاني حاجه بيقول لك ان في مرحله الاستبصار اغلب الاحيان خاليا من الخطا. يعني ايه يا مستر اغلب الاحيان خاليا من الخطا؟ يعني انت لما بتدرك الموضوع كله وفهمت الموضوع كله وادركته هتبقى انت ايه خالي من الخطا. ايه يا مستر الفرق ما بين المدرس والطالب في حل الاسئله؟ ان انت المدرس بيبقى مدرك المنهج كله ومدرك السؤال فبيعرف يحل من غير غلط، لكن انت كطالب ما بتبقى تايه في السؤال وتايه في المنهج فما بتعرفش ايه تحل. طب ثالث حاجه بيقول لك يظل محتفظا به لمده طويله. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ ان انت لما بتدرك الشيء بتفضل في الذاكره لمده ايه طويله. انت دلوقتي لما بتطلع بره امتحان علم النفس هل بتفتكر اي حاجه في علم النفس اساسا؟ لا يا مستر ما بفتكرش. ليه؟ عشان انت ما ادركتش الموضوع كويس. لكن انا كمدرس بفضل لسه فاكر المنهج. ليه؟ عشان انا ادركته كله كامله. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه، يستطيع الفرد تطبيق أنماط التعليم بالاستبصار بسهولة في المواقف المشابهة. والحتة دي مهمة، إن أنت لما تدرك الموضوع كاملة وجه موقف زيه هتعرف تحله. زي إيه؟ أنت مثلا حليت سؤال صعب دلوقتي، طب لو جه سؤال تاني صعب نفس الفكرة هتعرف تحله، فأنت هتطبق نفس الحاجة، لو أدركت الشيء هتطبق عليه. طيب رقم 5 بيقول لك إيه؟ التعلم بالاستبصار موجود لدى كافة الكائنات الحية. يبقى إذا كل الكائنات الحية بتتعلم بالإيه؟ بالاستبصار اللي هو الإدراك الكلي، بس طبعا تدرجيا. يعني إيه تدرجيا؟ يعني الإنسان بيفهم الموضوع بشكل أعمق، لكن القرد لا فيه فهم أقل، الكلب فيه فهم أقل، لكن كلهم عندهم الإيه؟ الإدراك. تمام. خامس حاجة بيقول لك إيه؟ لا يحدث انطفاء للتعلم
بالاستبصار لكن تفضل معاه لمده طويله، زي اللي انا قلتها فوق، يعني ان اللي بيدرك الشيء ما بينساهاش لكن بتفضل في الذاكره مده ايه طويله. طيب ايه يا مستر ان التطبيقات التربويه؟ اول حاجه الفهم وادراك المعنى. اول حاجه ان انت لما تتعلم بالاستبصار هتبقى فاهم ومدرك المعنى. دلوقتي احنا بنتعامل في التربيه والتعليم ان احنا نفهمك، مش بنخليك ايه تحفظ. طب تاني حاجه بيقول لك تنظيم الخبرات بطريقه كليه وجديه. يعني ايه يا مستر تنظيم الخبرات؟ فاكر القرد؟ القرد عمل ايه؟ قعد يفكر الاول وينظم افكاره ويقول لك ايه، انا بص هجيب مثلا الجراد واحطها فوق بعض وامسك العصايه واطلع عشان اعمل ايه البتاع. بص هو نظم، بعد كده ادرك الموقف الايه الكلي. طيب ثالث حاجه بيقول لك ادراك العلاقه التي قد تكون قائمه بين عناصر الموقف، او دراسه لذلك يجب تحديد العلاقه بين عناصر الدرس واكتشاف علاقه جديده قد تكون مؤثره ايضا. يعني ايه الكلام الهري كل ده؟ بيقول لك ان انت لازم تعمل علاقه ما بين الحاجه القديمه والحاجه الجديده، يعني من الاخر تدرك الموضوع كله. عارف زي ايه؟ انا ليه بعمل لك مراجعه على مثلا نص المنهج، او بعمل لك مراجعه على المنهج كله؟ علشان اربط لك القديم بالجديد ويبقى رابط كل شيء، فانت هتدرك المنهج كله. فاهم قصدي ايه؟ هنا قصده ادراك العلاقه، يعني ايه؟ ان انت تفهم القديم والجديد مع بعض فيبقى انت ادركت الموضوع ايه كله. طيب طبعا اقرا الامثله دي هتلاقي الدنيا معاك اسهل. يعني بيقول لك الاستفاده من المعلومات والمعرفه في الموقف الجديد. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي ادركت حاجه معينه، زي دي نفس حته السؤال، ان انت جالك سؤال معين، فلو ما يجي لك نفس السؤال اهو هتقدر ان انت تحل السؤال، هو جديد بس هتقدر تحل الايه السؤال. ليه؟ عشان انت ادركت حاجه ايه زيه. طيب خامس حاجه الادراك الكلي للموقف، ودي حاجه معروفه ان انت بتدرك كل حاجه في الموقف، يعني بيحصل ادراك للصيغه الكليه. بيحصل ادراك للصيغه الايه الكليه. اخر نظريه عندي الحمد لله اخيرا اهو، نظريه تجهيز ومعالجه المعلومات. معلش انا عارف ان انا طولت عليك بس عشان اخلص لك الدرس كله على بعض. طيب مين رواد او مؤسس نظريه تجهيز ومعالجه المعلومات؟ اولا بس حابب افكرك، معلش عشان انا نسيت اكتب دي، هي راحت فين. الاستبصار دايما هيكلمك عن الافكار والعقل زي ما قلت لك، لكن هنا برضو في نظريه تجهيز او معالجه المعلومات هيكلمك عن الايه الفكر والعمليات المعرفيه. خلي بالك انا في الاستبصار اهو كلمتك عن الادراك الكلي، ففي حاجه انا فهمتها برضو في الايه في العقل، فعشان كده انا بس باكد لك كلامي ان اول اتنين بيتكلموا عن السلوك لكن تاني اتنين بيتكلموا عن الايه العقل. طب مين رواد معالجه المعلومات او تجهيز معالجه المعلومات؟ واحد اسمه ايه نورمان. نورمان ده قال لك ايه؟ قال لك انا هنا بعتمد، والحته دي مهمه، خلي بالك انا لو فوق كنت في الاستبصار بدرك المعلومات وبفهم المعلومات، نورمان قال لك لا، انا هنا بعمل ايه حاجه اسمها حفظ المعلومات وتخزين المعلومات. هنا بيقول لك انا عشان افتكر المعلومه او افهمها لازم احفظها واخزنها في العقل او الذاكره بتاعتي. فبيقول لك ان هو ايه نورمان بيعتمد على التخزين والاضافه في معلومات كده كده متخزنه، طب المعلومات الجديده يعمل لها اضافه في الايه في الذاكره. طيب بيقول لك ان نورمان اعتمد على 4 مراحل مهمين قوي. اول مرحله اسمها مرحله الاستقبال، ودي مرحله انت كده عارفها اساسا، يعني مثلا انت تتفرج عليا في الفيديو فبعمل لك ايه مرحله الايه الاستقبال، دي اول مرحله اهو الاستقبال اللي انت بتستقبل المعلومه. طب تاني مرحله اسمها الترميز. يعني ايه مستر الترميز؟ ان انت بترمز حاجه او بتعمل شبه حاجه معينه. عارف زي ايه؟ زي ما لسه قلت لك كده، كفكه معناها ايه او بتشبه لايه للكفته صح؟ فانا عملت ايه؟ جيت رمزت او عملت ترميز للمعلومه علشان ايه افتكرها على طول. فاهم قصدي ايه؟ فلما تعمل حاجه اسمها الترميز للمعلومه او تعمل مثلا انا جيت قلت لك ايه جيت شرحت حاجه ورحت عملت مثلا عليها موسيقى او اغنيه او حاجه زي كده او لحن مثلا معين، فانا كده عملت إيه؟ المعلومه خليت لها فيها اسمها ايه ترميز. زي كلمه كفكه، انا قلت لك كفته صح، فرمزت الكفته بالايه بالكفكه وعايزين ناكل عشان جوعت. ثالث حاجه الاحتفاظ. ايه يا مستر هو الاحتفاظ؟ هو التخزين المعلومه، تخزين الايه المعلومه. يبقى انت اول حاجه بتستقبل المعلومه، بعد كده بتعمل لها ترميز في دماغك، بعد كده بيحصل الاحتفاظ، بعد كده
ثالث حاجه او رابع حاجه قصدي عندي الاسترجاع. ايه مثل الاسترجاع؟ هو استرجاع المعلومه في الوقت اللي انت عاوزه. يعني مثلا انا دلوقتي خلاص خزنت المعلومه، طب انا عايز اجاوب على المعلومه، ارجع بقى المعلومه واجاوب على السؤال اللي انا عاوزه. طيب ايه القوانين اللي انا اتعلمتها من نظريه تجهيز المعلومات؟ بيقول لك اول حاجه قانون العلاقه السببيه. يعني ايه مصدر قانون العلاقه السببيه؟ وهو بيقول لك ان انا برجع سبب المعلومه، بجيب ايه؟ سبب الظاهره او سبب المعلومه. زي ايه؟ يعني مثلا اهو بيقول لك، ادالك مثل: هناك علاقه بين تبخير المياه وارتفاع درجه الحراره، لان ارتفاع درجه الحراره المياه سبب يؤدي الى غليان الايه؟ الميه، دي نتيجه. فهنا قانون العلاقه السببيه دايما هيكلمك عن اسباب الظاهره، اسباب الايه؟ الظاهره. طب خلي بالك، دي حاجه نظريه، والحته دي لازم تبقى عارفها. نظريه، انت مجرد بس بايه؟ عندك قانون او شايفه او نظريه معينه انت بتكتبها فقط لا غير. لكن بص بقى الحته الثانيه، خلي بالك انا اجيب لك الغلال اهو. قانون التعلم السببي. ايه يا مستر قانون التعلم السببي دي؟ ودي بتبقى حاجه عمليه بقى مش نظريه. انت اللي بتكون في الموضوع. يعني ايه يا مستر انت اللي بتكون في الموضوع؟ او عندك جزء اول وجزء ثاني. انت معلم هنا مثلا بتختار الحاجه الايجابيه، خلي بالك هنا بيبقى ايجابي وبتاخده، لكن هنا بيبقى حاجه سلبيه انا ما ببقاش عايزها. زي ايه؟ مثلا انا دلوقتي رجل رياضي، فبص عايز اكتسب الاكل الصحي، ادي الحاجه الايجابيه الجزء الاول، وابعد عن الاكل الغير صحي، ده الجزء الثاني اللي هو السلبي. فهنا بص اسمها قانون التعلم السببي، اللي هو انا بعمل ايه؟ باخد الحاجه الايجابيه واسيب الحاجه السلبيه. الاسباب الحاجه الايجابيه سبب الحاجه دي مثلا، او مثلا الحاجه دي انا كرجل جيماوي الحاجه دي سبب ان هي تضخم عضلاتي فاخدها. طب الحاجه دي سبب ان هي تبوظ عضلاتي فاسيبها. طب مستر ايه الفرق ما بين دي وما بين اللي فوق؟ اللي فوق انت مجرد نظريه بتتفرج عليها او حاجه طبيعيه انت بتتفرج عليها، دي سبب دي وماليش دعوه، انا ما بتدخلش في الموضوع. لكن اللي تحت انا اللي بكون الموضوع نفسه، انا الموضوع نفسه، وانا اللي بقول الحاجه دي سبب ان هي مثلا تخليني كويس. يعني المذاكره كتير بتخليني كويس، خلاص انا هعملها، ده الجزء الاول. طب الجزء الثاني، عدم المذاكره هتخليني شخص مثلا فاشل، هبعد عنه. هنا انا الموضوع نفسه، انا اللي بقوم بالتجربه نفسها، تمام؟ او انا التجربه اساسا. اهو بيقول لك الجزء الاول يتعلق بالنتائج المرغوبه، اهو يبقى انا بعمل حاجه مرغوب فيها، يعني انا حاببها او عايز اعملها. لكن الثاني يتعلق بالنتائج غير ايه؟ مرغوبه، يعني حاجه انا مش ايه؟ مش عايزها. طيب ثالث حاجه عندي قانون التغذيه الراجعه المعلوماتيه. يعني ايه يا مستر قانون التغذيه الراجعه المعلوميه؟ بيقول لك هنا في المعلومات اللي انت بتحفظها، حتى لو مش هتستفيد بيها دلوقتي، اكيد في يوم من الايام هتستفيد بيها. ازاي؟ يعني مثلا انت في علم النفس دلوقتي يا مستر، يعني انا دلوقتي لما اروح اقدم في شركه هيقولوا لي مثلا مش عارف ايه هو قانون السبب ولا قانون عدم السبب ولا الحاجات دي، ولا إيه الجزء الاول والجزء الثاني؟ لا يا حبيبي، انت الحاجه دي حتى لو مش هتستفيد بيها في حياتك العمليه، هتستفيد بيها في حياتك مثلا الاسريه، هتعرف الحاجات دي. يعني مثلا قانون الاستبصار ده حاجه مهمه، ان انت تدرك الشيء. هتتحط في موقف معين مثلا، ايه ده انا خدت حاجه اسمها قانون الاستبصار، ان انا ادرك الشيء. انت مش هتقول لنفسك قانون الاستبصار، بس فهمت ان انت عايز تدرك الشيء الاول عشان تحل. فاهم قصدي ايه؟ فهنا في قانون التغذيه الرجعيه المعلوماتيه هيقول لك ان انت بتخزن تخزين المعلومات او كافه المعلومات اللي انت عايزها او مش عايزها، لان مفيش معلومه مش هتعرفها او مفيش معلومه مش هتحتاجها. اخر حاجه عندي خلاص في الدرس نماذج التطبيقات على تجهيز المعلومات. خلاص هم اخر حاجه هم. انا تعبت وانت تعبت، والله بيعين المتعبين يا ابني. يعني ركز معايا عشان ايه؟ اللي بيتعب بيلاقي. اول حاجه ايه؟ بيقول لك معالجه المعلومات لفهم العديد من العمليات المعرفيه المركبه. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان انا عندي شويه معلومات مركبه زي مثلا الانجليزي، فانت لازم تعمل لها معالجه. فيعني ايه لازم تعمل لها معالجه؟ يعني لازم تحللها. طب مستر احللها ليه؟ عشان افهمها. وبعد ما افهمها مستر قال لك احفظها. يبقى اول حاجه قال لك تعالج المعلومات، يعني تحلل المعلومات عشان تفهمها، عشان ايه؟ تحفظها. طب تاني حاجه، ينتج السلوك الانساني من تفاعل الظروف والخبره السابقه والانفعالات والمعتقدات. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان السلوك الانساني بينتج من خلال الخبره السابقه. يعني ايه مثلا من خلال الخبره السابقه؟ يعني على حسب الخبره بتاعتك هيكون رد فعلك ايه. بص الجمله على حسب خبرتك السابقه هيكون رد فعلك ايه. يعني مثلا انا اول مره اروح في حياتي دكتور اسنان،
هل هكون خايف منه؟ لا يا مستر. طب لو انا رحت لدكتور اسنان قبل كده واتألمت او حصل لي مثلا تألم فوق وبتاع وتعبت منه، هل المره الثانيه اللي انا رايح له هكون خايف منه؟ ده انا هكون مرعوب. ليه؟ عشان حسب الخبره السابقه هيكون رد فعلك. طيب، ثالث حاجه، ضروره الاعتماد على التكرار اللفظي للماده المتعلمه، ان انا ايه اقعد كل شويه اكرر المعلومه اكرر المعلومه عشان اقدر ان انا ايه احفظها. رابع حاجه، التدريب الموزع اكثر فعاليه من التدريب المكثف. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انت توزع معلوماتك احسن ليك من ان انت تكثفها. عارف زي ايه؟ مثلا انت دلوقتي واخد المنهج على كام شهر؟ على 3 شهور، فكده اسمه تدريب ايه موزع. لكن انت تيجي تزنق نفسك زنق الكلاب في اخر يوم خالص وتاخد ايه تدريب مكثف تعرف كل المعلومات. طبعا دي حاجه ايه غلط، وتلاقي المعلومات كلها دخلت ايه في بعض. طيب، خمسه، التعلم المبني على المعنى اكثر دواما. لذلك يجب ربط ما يتعلمه الطالب بخبرته السابقه وربط بالواقع الذي يعيش فيه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ بيقول لك ايه؟ ان انت من الاخر اهو انا معلم دلوقتي بربط المعلومات بمواقف حياتيه حصلت لي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا انا وانا بشرح بقوم حاكي يا جماعه خلي بالك الشرح ده حصل لي مثلا 1 2 3. يعني بعمل ايه؟ بص بربط المعلومه بموقف حصل لي عشان تثبت عندك. فدي رقم 5، هو ان انا بربط المعلومه بموقف حياتيه حصلت عندي او عندك، علشان يعني زي زنة الكلاب اهو في التدريب الموزع اكثر فعاليه من التدريب المكثف. انا حكيت لك موقف انت بتعيشه عشان ايه اربط لك المعلومه. طب رقم 6، الاهتمام بالانتقال الايجابي لاثر التعلم من خلال تطبيق المتعلم لكافه الموضوعات. خلي بالك، من خلال تطبيق المتعلم لكافه الموضوعات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الناس اللي بياخدوا كيمياء بياخدوا معادلات كيمياء، الاف اي مثلا زائد الاكسجين يعملوا مش عارف ايه ثاني مثلا الحديد. فانت لما تاخد المعلومه دي نظريه مش هتحفظها اكتر، لكن لما تطبقها على ارض الواقع في معمل لا ده انت هتحفظها اكتر واكتر. اهو بيقول لك ايه؟ كان معلم الكيمياء باصطحاب الطلاب الى المعمل لتطبيق التجارب التي تم دراستها بشكل ايه علمي. فلما تطبق فعلا في المعمل من المعلومات اللي انت خدتها الموضوع هيكون احسن بكتير. طب رقم 7، الاهتمام بنشاط المعلم، فكلما بذل جهد في استيعاب المعلومات الجديده كلما كان مستوى المعالجه والاستدعاء والاداء ايه افضل. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان انت لما تبذل جهد في حفظ المعلومات هتلاقي ان انت ايه لما تدعي المعلومه هتلاقي ان انت فاكرها على طول. يعني مثلا في كلمه اسمها كونجراتوليشن. انا بقول لك حاجه بامانه حصلت في حياتي، كلمه كونجراتوليشن معناها الف مبروك. انا قعدت وانا في ثالثه اعدادي ابذل جهد عشان احفظ كلمه كونجراتوليشن دي كتير قوي. فلما بذلت جهد حتى الان ما رضيتش ان انا ايه انسى كونجراتوليشن. فلما بتبذل جهد المعلومه بتفضل ايه عندك. اخر حاجه عندي بيقول لك ايه؟ دمج المعلومات الجديده بالقديمه، دمج المعلومات الجديده بالقديمه وتكوين بنيه معلوميه جديده ينتج عنها استجابه. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان انت تربط المعلومات كلها ببعض، القديمه بالجديده. زي ما انا قلت لك دلوقتي انا بعمل مثلا مراجعه اللي هي نص السنه او اخر السنه. ليه؟ عشان اربط لك المعلومه الجديده بالقديمه او المعلومه الجديده بالقديمه عشان يبقى كل المنهج كله مدرك ايه انت ببعضه. فاهم حاجه؟ اتمنى تكون فهمت حاجه. انا تعبت. سلام.